الله والحمد لله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدرسة المخالم الأخلاق وأقدم لكم الفقه. سؤال: ما الإسلام؟ جواب: هو الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وسعادته. سؤال: كم أركان الإسلام؟ جواب: أركان الإسلام 5. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثاني إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صوم رمضان. الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: معناه أعتقد أن الله لا شريك له في عبادته ولا في ملكه. سؤال: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ جواب: معناه أعتقد أن محمدا رسول الله لجميع الخلق ويجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. سؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: معناه أعتقد أن محمدا رسول الله واحد لا شريك له ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: معناه أعتقد أن الله واحد لا شريك له في عبادته ولا في ملكه. سؤال: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ جواب: معناه أعتقد محمدا رسول الله لجميع الخلق ويجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. سؤال: ما معنى إقام الصلاة؟ جواب: معناه فعل الصلوات الخمس. سؤال: ما الصلوات الخمس؟ جواب: هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سؤال: ماذا يلزم قبل الصلاة؟ جواب: يلزم قبل الصلاة الوضوء. سؤال: كم فروض الوضوء؟ جواب: فروض الوضوء 6. الأول النية. الثاني غسل الوجه. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. الرابع غسل جنب الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب. سؤال: ما الحدث الأصغر؟ جواب: هو كل ما يبطل الوضوء. سؤال: ما الذي يبطل الوضوء؟ جواب: الذي يبطل الوضوء 5. الأول خروج شيء من أحد السبيلين. الثاني زوال العقل. الثالث النوم. الرابع لمس المرأة أجنبية. الخامس لمس القبل أو الدبر بباطن الكف. سؤال: كم أركان الصلاة؟ جواب: أركان الصلاة 14. الأول القيام للقادر. الثاني النية. الثالث
تكبيرة الإحرام. الرابع قراءة الفاتحة. الخامس الركوع. السادس الاعتدال أو السابع السجود. الثامن الجلوس بين السجدتين. الرابع الطمأنينة في الكل. العاشر التواصل بين التشهد الأخير. الحادي عشر التشهد الأخير. الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. الثالث عشر السلام. الرابع عشر الترتيب.